الحقيقة التحديات بتاعتنا إن احنا نحقق النمو المطلوب في المستقبل، وطبعا لن يتوقف التحسين بصفة عامة. الدولة المصرية بتتحسن وبتتطور في حاجات كتيرة قوي، بنية أساسية، طرق، حتى التطوير في التعليم وإدخال الجزء السياحي موجود في التعليم ورفع مستوى الوعي، التدريب والتأهيل اللي موجود في المنصة اللي عملتها الوزارة والتعاون مع القطاع الخاص والحاجات دي. فأنا بتصور إن في تطورات جيدة جدا بتخلي إن عندنا المؤهلات الكافية إن احنا نستقطب أعداد أكبر من السياح. والتحدي طبعا ان احنا نوفر الغرف الفندقيه والغرف الاجازات زي ما احنا اطلقناها مؤخرا، وان برضو نلحق بسرعه، لان عندنا خطه جيده جدا لتوسعه المطارات أهم واضافه. ملامح هذه الخطة. هي مش خطه، يعني ما اقدرش اقول ملامحها بسرعه. هي الفكره انه ده اللي انا شرحته في الجلسه دلوقتي، الاستراتيجيه العامه والست يعني أعمدة أساسية لهذه الاستراتيجية. إنما احنا بنتكلم على توسعة مطارات وإضافة طاقة في المطارات وإضافة طاقة فندقية، مع الاستمرار في تطوير العنصر البشري اللي موجود لدينا علشان نقدر نواكب النمو في السياحة. بصي، أنا مش عايز أبالغ شوية في احتياجنا للوعي. احنا لو مش ناقصنا وعي ما كانش بقى عندنا 19 مليون سائح إن شاء الله يكملوا السنة دي. احنا بخير، والسياحة بتاعتنا جيدة جدا، والسياحة بتاعتنا مختلفة عن أي دولة تانية، او بلاش اقول اي دوله تانية، عن دول حوالينا كتير احنا بنحاول نقارن بيهم. السائح عندنا بيختلط بالشعب، السائح عندنا بينزل ينتقل من مكان لمكان، بيروح على البحر وبعدين يطلع يزور مكان اثري. السياحه اللي عندنا سياحه عايز اقول يعني ذات قيمه تاريخيه كبيره، مش بس السياحه الثقافيه، انا بتكلم على حتى السياحه الشاطئيه وخلافه. البلد الوحيد او من البلاد القليله، خليني اكون دقيق اكتر في الكلام، اللي انا ممكن النهارده اقضي 3 ايام على البحر، وعلى بعد 3 ساعات ممكن اروح، او ساعه بالطياره ممكن ازور اهم اثار العالم وازور اماكن ثقافيه واماكن ذات طبيعه مختلفه. مصر عندها مقومات كتير، وحقيقه السائح عندها بيمر بتجربه لا تقارن بدول اخرى حوله.